ثانية واحدة ابوس ايدك ثانية واحدة. عاوز ايه؟ خدمة انسانية. قول يا سيدي. مكالمة تليفون. هتكلم مين؟ اكلم الكابتن جمال مدرب الكرة المشهور. عاوز منه ايه؟ قول له عاطف ربيع بيستنجد بيك وبيقول لك ان طارق شعبان لبسه تهمة. حاضر يا اخويا، بس على الله يرد عليا. هيرد ان شاء الله. اديني نمرته. 520 317. طيب يا اخويا يلا روح. هو ده اللي حصل بالظبط يا كابتن، اقسم بالله ده اللي حصل. حضرتك عارف ان انا عمري ما بكذب. انت زيك زي طارق بالظبط، انتوا الاتنين من نفس العجينة، عجينة من طين المجاري. انا مش هقدر اتدخل في الموضوع ده. اي حد يتدخل بين اتنين اوساخ هيبقى زيهم بالظبط. اوعى اشوف وشك تاني، واوعى تعتب باب النادي ده. نادي محترم، مش لازم انت تدخله. يعني مثلا لازم واحد زي طارق يبقى جزء من فريق النادي؟ ما تستعجلش، كل بني ادم وليه يوم. بس بقول لك ايه، اوعى تفكر تهاوب ناحيه بيت اللواء رشدي ده اذا اصلا عرفت تخرج من المصيبه دي. يلا نرجع زي ما كنا. ثانية واحدة، خدمة لوجه الله. خدمة لوجه الله ما بتكونش غير مرة واحدة في الليلة. طلباتك. الو. ايوه انا نجوى. وعاوز ايه يا امين الشرطه؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضره الامين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجه هتبقى عالي العال. مع السلامه. الو، صحتك من النوم؟ انا نجوى. اسمع، انت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكوره ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايوه، عاوزه شويه معلومات عنه. اول حاجه اديني عنوان بيت اهله. انا مش هتاخر، اركنها في حته قريبه. تحت امرك كمان. اتفضلي يا حاجه. خدي بالك مني، الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين؟ ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه؟ لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع، بسالها مين ده يا بنتي؟ لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. انا لو اعرف ان هي مخطوبه وبالذات لضرفه زي ده اكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكره انت مين. حالا هيكون عندك فكرة، بس مش الأول يبقى عندك أخلاق رياضية وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبوية، ولا مش قادرة تعرفي عليه عشان نضف زيادة عن اللزوم؟ انت بتشرب خمره يا عبد التواب؟ أنا نجوى كمال. لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي، عاملين لك تحقيق صحفي هايل الأسود عندي ومليان بلاوي. انت عايزه مني ايه؟ مش عارف أنا عاوزة منك إيه؟ وحياة أمك اللي قاعدة هناك دي أنت مش عارف أنا عاوزة إيه؟ عاطف ربيع مش كده؟ أديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجه معاه. تعترف اعترف بايه؟ إنك بعت له العربية. كده يبقى رحت في داهيه. في محضر اتعمل الصبح هيطلع على النيابه. تروح القسم الصبح وتغير أقوالك. الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. ازاي يعني؟ جراية طروقة، انت ليك دلالة على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، وأكيد مش هيقولوا لك لا. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب.